ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض اننا نتكلم عن كل جهاز من الاجهزة الحيوية لجسم الانسان، ونبدأ نتعرف على تركيب الجهاز ده وايه الدور اللي بيقوم بيه، ونتعرف على كل عضو من اعضاء الجهاز ده، ونعرف ازاي بيشتغل وايه هو الميكانيزم اللي بيقوم بيه بدوره، وايه الامراض اللي ممكن تصيب العضو ده، وايه اغلب الادوية اللي ممكن نستخدمها، ونعرف كل المعلومات اللي تهمنا كصيادلة عن الجهاز ده بإذن الله. واول جهاز هيكون معانا هو الجهاز الهضمي. وطبعا كلنا عارفين ان الجهاز الهضمي هو جهاز بيساعدني على هضم الطعام وتحويله من الصورة المعقدة اللي احنا بنتناول بيها الطعام الى صورة بسيطة يقدر الجسم ان هو يحللها ويستفيد منها ويحولها الى طاقة تساعدنا في الحركة وفي تنفيذ باقي العمليات الحيوية. الجهاز الهضمي بيتكون عندنا من مكونات أساسية زي الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وفي عندنا ملحقات للجهاز الهضمي زي الكبد والمرارة والبنكرياس. هنتعرف مع بعض على دور كل عضو من الأعضاء دي في هضم الطعام. الجهاز الهضمي هو الفم يعتبر هو بوابة الجهاز الهضمي، وبيعتبر هو عندنا أول عضو بيتم فيه عملية الهضم. بيتم عملية الهضم في الفم عن طريق حاجتين. أول حاجة المضغ، وهو بيتم عن طريق الأسنان بتقوم بتكسير الطعام وتحويله إلى قطع صغيرة علشان تسهل عليا عملية الهضم. تاني حاجة معايا هي إفراز اللعاب. الفم بيحتوي على غدد لعابية بتقوم بإفراز اللعاب، وده بدوره بيقوم بهضم الطعام، وبيكون فيه إنزيم الأميليز واللي بدوره بيهضم النشويات وبيحولها إلى أجزاء أقل تعقيدا. وممكن أعتبر كمان عندي اللسان بيدخل كجزء من العملية دي، لأنه بيقوم بخلط اللعاب ده مع الطعام فيزود عندي من فرص هضم النشويات وتحويلها إلى جزيئات أقل تعقيدا. تاني حاجة بيجي عندنا دور المريء يعتبر عندي هو طريق الانتقال للطعام من الفم إلى المعدة. المريء عندنا بيقوم بتوصيل الطعام من الفم إلى المعدة عن طريق حركة من الانقباض والانبساط. يعني المريء عندي بينقبض وينبسط بحيث إنه يدفع الطعام ويوصل بيه إلى المعدة. لو خدنا بالنا من تركيب الجسم هنلاقي إن المريء موجود قدامه على طول القصبة الهوائية. طب إيه اللي يخلي الطعام عندنا يدخل إلى المريء وما يدخلش إلى القصبة الهوائية؟ أو إيه السبب اللي يمنع الطعام من دخوله إلى القصبة الهوائية؟ أعتقد إن كلنا هنكون عارفين الإجابة دي، وهي لسان المزمار. عندنا لسان المزمار لما باجي أبتلع الطعام بيقوم قافل على القصبة الهوائية ويمنع الطعام إنه يدخل إلى القصبة الهوائية. بعد كده بيوصل الطعام من الفم عن طريق المريء ويوصل للمعدة، وبيتم هضم الطعام في المعدة عن طريق حاجتين. أول حاجة المعدة بيكون فيها العصارة المعدية دي بتقوم بهضم البروتين والدهون. بيكون فيها إنزيم البيبسين اللي بيعمل عندي على هضم البروتين وبرضه تحويلها إلى جزيئات صغيرة. وطبعا كلنا عارفين إن المعدة عندنا بتحتوي على حمض ال HCl، وده بيخلي الوسط حامضي، بيحافظ على المعدة إنها الوسط بتاعها يكون حامضي. وطبعا كمان ال HCl عندنا بينشط الإنزيمات الهاضمة اللي بتساعدني في هضم الطعام. طبعا عندنا حركة عضلات المعدة. طبعا الحركة المعدية الضيق اللي بتحصل على طول دي بتساعد على خلط الطعام مع بعضه وخلطه بالعصارة المعدية، وده برضو بيسهل عندي إنها تتعرض للإنزيمات الهاضمة، وكده أضمن إن هيتم برضو هضم الطعام. بعد كده ينتقل الطعام من المعدة، بيروح الأول عندي على الأمعاء الدقيقة اللي هي السمول انتستين. طبعا الأمعاء الدقيقة عندنا طولها بيكون حوالي 6 متر، لكن هي بتكون موجودة في جسم الإنسان على شكل لفائف ملتفة حوالين بعضها علشان تستوعب الطول الكبير ده. هنا بقى بيتم استكمال هضم الطعام سواء كانت النشويات أو البروتين أو الدهون المتبقية. هنا برضو بيكمل عملية الهضم، وتعتبر دي هي الخطوة النهائية في عملية هضم الطعام، أو هنا بتكون المرحلة النهائية لهضم الطعام. امتصاص بعض المواد الغذائية القابلة للامتصاص، وياخدها الجسم يبدأ يستفيد منها كطاقة وللقيام بباقي العمليات الحيوية. بعد كده عندنا الأمعاء الغليظة اللي هي اللارج انتستين. بعد ما تم عندي هضم الطعام في الأمعاء الدقيقة بعد كده بيروح إلى الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة المفروض إنها عندنا هتعمل على إعادة امتصاص الماء المتبقي في الطعام ده وامتصاص الأملاح المفيدة
علشان بعد كده هيتم طرده خارج الجسم، فبتحافظ على إنها تعمل إعادة لامتصاص المَيّة والأملاح والمواد المفيدة اللي ممكن الجسم يستفيد منها، وبعد كده بيحصل عندي تكوين البراز، وتنتهي العملية وينتقل إلى المستقيم ثم فتحة الشرج ويخرج خارج الجسم، وهنا تكون مراحل هضم الطعام اكتملت. وهنا نكون اتكلمنا عن الأعضاء الأساسية للجهاز الهضمي. ايه هي ملحقات الجهاز الهضمي؟ عندنا الكبد والبنكرياس. ليه هم بيعتبروا من ملحقات الجهاز الهضمي؟ لأن هم عندي بيساعدوني على هضم الطعام، لكن مش بيساعدوني على هضم الطعام بشكل مباشر، يعني لا الكبد ولا البنكرياس بيدخل فيهم الطعام. احنا كده ذكرنا كل مراحل الطعام من أول ما بيدخل من الفم لغاية ما بينتهي بيه الطريق إلى المستقيم ثم فتحة الشرج ثم يخرج خارج الجسم على هيئة بروز. طب إيه دور الكبد والبنكرياس؟ عندنا البنكرياس بيفرز عندي إنزيمات هاضمة. الإنزيمات الهاضمة دي مثلا زي اللايبيز بتصب في الأمعاء الدقيقة وبتساعدني على هضم الطعام، وكذلك الكبد بيعمل حاجتين: بيخلص الجسم من السموم وبينقي الدم وبيعرفني ازاي اتعامل او هو بيتعامل مع الأدوية اللي الجسم بياخدها، فده جزء من الهضم. وبرضو عندنا بيساعد في إفراز العصارة الصفراوية، ودي برضو بتصب في الأمعاء الدقيقة وبتساعدني على هضم الطعام. وكده عرفنا ازاي هما من ملحقات كده نكون اتكلمنا عن كل أعضاء الجهاز الهضمي وعرفنا ازاي بتتم عملية هضم الطعام داخل جسم الإنسان. لو حد عنده سؤال يكتبه في الكومنت وإن شاء الله هنرد عليكم، واستنونا في الفيديو الجاي نبدأ نتكلم عن مشاكل كل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي وازاي نتعامل مع الأمراض دي وإيه هي الأهم الأدوية اللي لازم نستخدمها.